هي دي احلى فرايد تشيكن تعملها في البيت. العكس تماما. وعشان كده نرجع نقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من سلسله عمرو في المطبخ. الله، مبدئيا يا جماعه محتاجين بس نشيد دايما بالكادرات اللي بتظهر في الحلقه، لان احمد بيزعل. محدش علق على الكادر بتاعي، كادر جميل متوازي متناسق. اضحك دايما كده ما في كادر حلو. الله، ايه يا عم الشغل الجميل ده يا حماده، الله عليك. هذا الفيديو فيه وصفه مع رغي مع حوار مع الرحله لوصول هذه الوصفه مع بعضنا البعض. جاهزين؟ انا مش جاهز لان انا اول مره اعمل الحوار ده. قصة هذه الوصفة، في يوم كنت راجع من الحلقات دخلت لقيت في دبوسين مرمين على الرخامة. بقول لمراتي ايه ده؟ قالت لي دوق. كنت فاكرها طالبة مثلا من اماكن فرايد تشيكن. بدوق كده، لا انت طالباه منين ده؟ انا اللي عاملاه. انت اللي عاملاه ازاي؟ فقالت لي بقى انا لقيت وصفة عملتها خطيرة، دي احلى وصفة انا اكلتها في حياتي في البيت. قلت لها بس انا يعني هتطوع واقولها للناس في فيديو واجربها معاهم لاول مره، اتمنى ما تبصش. جاهزين؟ يلا بينا. ولكن قبل ما يبدا فقرتنا لهذا اليوم، معانا ومعاكم اليوم الضيف الغاي، والله العظيم 3 جاي صدفه. لسه هبدا الوصفه قالت لي استاذ جه منور يا شيخ. هنعطف عليه النهارده اكله فراخ. انا اصلا جاي واكل والله. انا بعمل لهم اجمد وصفه فرايد تشيكن في الدنيا. اي كلام، هتطلع عاديه جدا. طب لو جت حلوه هتعمل ايه؟ هفوت يا باشا. بص انا راجل بتاع بيزنس، اون سكيل فروم 0 to 10 هقول لك الوصفه دي عامله ازاي. شاهين اصلا مش جاهز للتصوير والله. بص واخد تان خالص. بص جاي من المصيف. انا جاي ارتاح في التكييف. فقلت له لا تعالى بقى انا بصور، بعد كده نخلص ونقعد في التكييف. فمعلش هي دي حلاوتها. عندك بنسينول بس عشان جاهز معايا؟ بقول لك ايه، هو الكاميرا الوانها مش مظبوطه ولا انا اللي اسوديت قوي؟ انت بتهزر يا ابني. بص انا قلت هعمل حاجه خفيفه، يعني مش بجيب بقى فرخه كبيره وانضفها يا باشا، دبابيسك وراكك يعني حاجات كده، وينجاتك، فاهم؟ في الوصفه. لا وحلو عشان تعوض المصاريف اللي صرفتها الحلقه اللي فاتت. حلقات معانا دبابيس فراخ. هاتوا انتوا بقى دبابيس، هاتوا جناحات وهننطلق. احلى حاجه انت جت في بالي دلوقتي، اللي هو انا اصلا في اجازه وفاصل ومعدي على عمري كده نقعد في اي حته، فلقيت نفسي فجاه جوه حلقه ودبابيس وخلطه في ايه ده. بص ايه اللي جابني الحلقه الوصفه سهله جدا والله العظيم، ولا بقى تحطها 5 ساعات في الفريزر هتحط هتنط هتبط ورقه وقلم معانا هتقوم مقرمش، يعني مفيش اي حاجه. بص هي الوصفه دي انا مراتي قالت لي ان هي اساسها كان مرقص، عارف انت مرقص؟ هي بقى زودت عليها حاجات، انا ما اعرفش صراحه ايه بتاع مرقص وايه زودت عليها حاجات، فانا همشي اللي هي يعني مراتك اللي كاتبه لنا الوصفه النهارده. بس قالت لي مالي ده حاجه مرقص اصلا. اوكي. فعشان كده هتلاقي فيها صويا صوص عشان فيها مرقص. ايه العلاقه؟ عشان هو مقضي صويا صوص بقى ونودلز وحاجات كوري وكده. اوكي معلش. مش تعبان والله. هننزل بكيلو فراخ. ننزل بقد ايه؟ 5 بس. ما في حاجات حرقت فخلينا يعني ايه. بص خلي 4 احتياطي عشان لو دول باظوا في تاني ان شاء الله. تمام دول حلوين يعني. هنغسلها بقى بليمون وملح. ها ليمون وملح وخل. لا عشان السالمونيلا المفروض نغسله. مراتي قالت لي ما قالتش اغسلها، فانا مش هي ممكن يعتمد دي مثلا معلومه لازم تتعمل. اكلم امي. هو استعمل الصويا صوص تقريبا. مراتي قالت لي بدل الملح، فانت لو ما عندكش صويا صوص استعمل ملح او صبغه يود، هما نفس وحط فلفل اسود. انا ما اعرفش برضو قد ايه، فهو فلفل اسود. والله العظيم فريق خليها على الله. خليها على الله ان شاء الله. واستعمل توم. هو اكيد استعمل توم فريش، هو اكيد عمل كده. انا مش هستعمل بقى ايه الوصفه اللي مراتي عملت فيها فوتو، انا هستعمل يعني فاهم. هو عمل ايه؟ انا ما اعرفش. احنا بنعمل ايه؟ مراتي بقى عمل ايه ما اعرفش. تمام. هو كده المفروض كده صح. ماشي. نقعد بقى نقلب. فريق ايه؟ خليها على الله. خليها على الله ان شاء الله. ايه رايك؟ انت بتعمل ايه؟ الوصفه دي فيها بطيخ. افتح حلقه على ما نخلص ونقعد ناكل بطيخ. خاطر انا حاسس عملت صوص كتير. لا حلو والله. شايم ريحه؟ لا حاسس ريحه عسل. عسل اسود صح؟ عسل. نجيب شويه طحينه. شويه عسل اسود. مش هو المفروض بيقولوا يعني احنا نسيبها 10 دقايق على جنب. بص وانا ما اكلتها كانت رهيبه، فانا اتمنى تطلع رهيبه ان شاء الله. بس انا واضح ان الشك ده مش هيطلع رهيب. انا بدات اقلق. عيب اللي بتقولوه. هنسيب 10 دقايق على جنب لحد ما نعمل هنعمل ايه مش عارف. هنسيب 10 دقايق على جنب. الحلقه كلها ارتجال، مفيش اي معلومات. تعالى نسخن الزيت. تعالى نسخن. اتاكد بس انه زيت احسن يطلع عسل زلابيا ولا فاكر. وهو ده الزيت بتاعنا. هنزود هنسخنه لحد 190 درجه. فهتقول لي هتعرف ازاي؟ هقول لك بكل سهوله. معانا التمبرو
ترانزستور. ترمومتر. انا نفسي اتعلم ابقى شيف. هو اسمه ترمومتر ده؟ اكيد تمبريتشر حاجه يعني. هو ميد ان تشاينا. الترمومتر يا عم. احنا المفروض هنوصلها لدرجه حراره 190. فهو اول ما يوصل 190 هيقوم عامل ايه؟ هينفجر. يعني بص وقتي ايه؟ بص بتزيد ازاي لحد بوف. لا انا عجبتني الثقه وهو داخل قال لك الوصفه وهنعمل الوصفه في الاخر مش عارف ولا اي تفاصيل ليها، مفيش خطه خالص. بص هو انا المفروض مراتي قالت لي المفروض هنزود شويه توابل تنقع جوه عشان تبقى ايه ماسكه، يبقى الطعم قوي. مفيش ايه، مش في حاجات بودره بقسماط. ما هنحط بعد ما نتبل. بس الزيت بيتحرق ورا. بودره بصل تقريبا. لا هي بجد قالت لي كده الخلطه اللي كلها بالتقريب. اللي قالت لي كمان هنحط شطه 121. اصبر بقى سيبني في حقي. 122 يا ابني اصبر يا ابني. بودره توم. ايوه بودره توم. قالت لي احط بودره توم. ابيض عليا. مش عايز حاجه انا عايز شطه. وهنحط بقى شطه عشان انت بتحب الشطه من طرف واحد. غلط عليا والله. والله ماشي بسيط بحاجه بسيطه. يلا. لا هو انت مش بتعملها لي، احنا عموما انا تمام. ماشي. فنحط بقى شطه عشان تخليها، انا بحبها سبايسي فنزود برضو ايه 140. اجيب لك البقسماط. مفيش بقسماط. انا هنغمسها في ايه؟ يا جماعه خلوا عندكم شويه ثقه فيا وفي مراتي وفي مرقص. معلم انا مش واثق فيك. كنا هيثقوا ازاي؟ فين البقسماط؟ ثانيه بس. ماشي. بيض. طيب بيض في بيض. عندكم اي حاجه؟ 160. احط نشا بالراحه عشان ده من اللي بيتفرق في الارض. عارف انت. انا اسف. السجاده. يا نهار ابيض. مراتي هتعمل لي ممكن باودر. حط معلقتين كبار نشا وبيضه، بس دي بيضه بلدي. المفروض بقى مكون السحري مياه غازيه. جاهز؟ يلا يا باشا. الله بص شفت ايه ده عملت كده؟ شايف البتاع ده؟ هو ده بقى هو ده بقى السينكرونايز. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ فيه ايه؟ بقى هتنفجر. بقت 196. خلاص شيلها بقى. شيل اشيل بقى. بشويش بقى عشان مولعه نار. حطها على جنب في اي حته. القوام ده مش حلو فهنزود نشا تاني لحد اوريكم القوام المفروض نوصل له ايه. المفروض نوصل لقوام معين كده. تتقلي كده. ايوه ممكن بقى تخليك في شغلك وانا في شغلي. انا بتاع وصفات دلوقتي. بقول لك ايه؟ نعم. ممكن نجرب حاجه زي ما انت. طب ما حاضر. انت على وضعك. طب اوصل بقى اعمل بس في ايه؟ براحتك. انا عايز بس اجرب حاجه. خد واحده بس. مش هنعملها هنا. مرمغها في الطبق ده. لا والله مش هيبقى كده. انا عايزها ميه اصلا. عايزها ميه. عايزه ميه. مش ممكن تنزل لي انا واحده في النشا؟ بعد اذنك. هو في حد مستني مني حاجه صح؟ لا خد ساتر يا معلم. انت رايح فين؟ خد ساتر يا معلم. ده هيرميها بميتها في البتاع. والله في الزيت. والله سيب الكاميرا واجري. خد القميص واجري. يا جماعه لازم نوصل في ثقه بس. خلطه غد بس على شكرا. مساعد الشيف. يلا يا عم. يا عم يلا يا عم احرق الفراخ خلينا ننزل. قلت لك هنروح نشرب قهوه، جايب نعمل تشيكن ستريبس. هو تقريبا هو ده المنظر المفروض نوصل له في الاخر. هي دي. شايفين اللزازه دي؟ شايفين ده ومش شايفينه؟ شكلكم مش شايفينه. انت لو نزلتها كده هنولع. لازم تسيبها شويه. مش دعوه بالحوار ده خالص. عايزين ثقه باللي انا عامله في نفسي ده. بقول لك انت نزل واحد بس عشان انا المفروض بقدم وصفه محترفه. سيبوني في حالي والله العظيم. 3 واحده من اجمد واحلى الوصفات اللي في الدنيا. انا عارف والله ان المنظر والتجربه ما تشجعش، بس تخيلوا ده بيحصل جوه محلات فرايد تشيكن اصلا بيبقوا محتاسين كده. لا شاهين بس خلاص. شاهين بوظ الوصفه. هو اللي باظ. مفيش ثقه خالص بربع جنيه. انا مش مبسوط الصراحه. انت شاهين قاعد بعيد ليه؟ ما هو عشان انت هترمي في الزيت وهنتحرق دلوقتي حالا. محدش بينزل البتاع بميتها كده في الزيت. مفيش ثقه. عايز اتاكد بقى من حاجه. وصل كام دلوقتي؟ يا ابني اصبر يا ابني. يا ابني ما تبوظش. يا عم انت هتبوظ البتاع يا ابني. مش كده بس واحده بس. مفيش ثقه يا جماعه. اثقوا فيا شويه. ابوس ايديك. هوريك حاجه والله هوريك حاجه. هي ولعت اهي. يلا بقى يلا اصبر ابعد بعيد. بعد ما نوصل للقوام ده القوام اللي هي بتنط كده شويه. اصبر بقى انت. هو ده القوام الصح. تمام. وارمي واجري زي ما مراتي قالت ومرقص قال. وننزل بقى. فين بقى الطرطشه؟ اهو بني ادم محترم
بيحط الدبوس بتاعته اهو. دبوس ده ومش دبوس، ده دبوس ده ومش دبوس، دبوس محترم اهو. بينزل اهو بياخد ساتر اهو. في ايه؟ مفيش بربع جنيه ثقه اهو، ولا متنا ولا طرطشنا. ايه اللي حصل؟ حط بقى المشه بتاعتك دي بقى كده لو سمحت. ثانيه واحده بقى. طبعا دي هتطلع زي، هتبقى زي الجبس. ثانيه واحده بعد اذنك. اتفضل. بعد اذنك شويه ثقه. الراجل بتاع بيزنس وكارير، ايه اللي جابني والله العظيم يعني. مش هتكلم عن اللي انا عملته ده. ميشن كومبليت. تعالوا بقى نعمل مع بعض صوص البافلو صوص. ده احلى صوص انا بحب اكل فيه فرايد تشيكن. اول مره اعمله معاكم ومعاكم يعني حقيقي في الحقيقه، حتى اول مره اعمله انا. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي؟ يلا بينا. مفيش نشا. عشان نعمل البافلو صوص معايا حته زبده ترميها في الطاسه كده لحد ما ده يخلص اللي هو بيتقلي ده دلوقتي. حته زبده محترمه كده هتسيحها في الطاسه. طبعا دي كلها ربنا يستر انا اتوسخت جدا. شفتها بقى كذا فيديو على تيك توك على مش عارف ايه. ف استاذ عمرو شريف هيشغل دلوقتي بتاع. احنا بعد كده هنعمل ايه؟ دي بتاعت شاهين اللي بالنشا دي، ها مالناش دعوه بيها. شاهين ثقه، عايزين ثقه. تمام. زبده اهي. ما بغش الصوت، اصبر. ده ويست شير صوص. هننزل عليه بشطه او اي حاجه فيها صوص بافلو او حاجه زي كده بهذا الشكل. تمام. ونجري ده اسمه مانشستر يونايتد. شويه ويستر صوص ان شاء الله، هو ده اللي مكتوب. شويه ماستردا، شويه توباسكو، شطه. حطوا شطات، حطوا شطات براحتكم. ده سيراتشا مش عارف ايه بالبتنجان الاسود. وتقوم اي كده في بعضه. وهو ده صوص البافلو بتاعنا. اسهل من كده مفيش. وانا عملته مره واحده كده في حياتي. نبص مع بعض على الفراخ بتاعتنا. شايف اللون؟ دي النشا بتاعت شاهين مالناش دعوه بيها. شايف الحلاوه؟ بالله عليك شايف الجمال ده؟ ده جمال، ده مش جمال، ده جمال. اصبر بس اصبر. ده اسمه فتي. وده مش موجود في المطبخ بتاعنا خالص. انا احب الشيف يبقى عنده بجاحه. ايوه. يحط الحاجه بقلب. يرمي جنزبيل، يرمي وافل وصوص، شويه نشا ما يخافوا. بص شاهين عمل ايه؟ شاهين عايز تشم الصوص ده. ايوه. لا انزل شمه. لا هقول هتدوخ فعلا والله العظيم. والله هتدوخ. يا نهار ابيض. تعال شاهين شم يا شاهين ما تدوقش. انا فاكرك بتحور والله. لازم يبقى عندك بجاحه. هو ايه اللي عمل فيه كده طيب؟ طب انت ليه خليتني اخش بوشي في ما البتاع؟ ادكش دوق، ادك شم. طب ايه اللي مخليه يبقى عامل كده؟ بقول لك ايه، خد المايك ده. التباسكو. لا بجد بافلو صوص مرعب. هو ده بافلو، هو ده البافلو. انا مش عارف بعد كده ازاي هظهر الناس بعد كده بوشي ده. اوبا والله العظيم فشيخ. اكيد مش هدوقه. قسما بالله فشيخ يا ابني شميته زور. والله العظيم. 3 ماستر بيس. جوردن رامزي نفسه ما يعرفش يعمله. الف هنا. ليه بقى؟ ليه؟ ألف هنا. ليه؟ عشان في بجاح. انا احب الشيف يكون بجح. ينزل بالنشا انا عجبتني جدا يا شاهين ما انت عملت النشا بتاعك ده النشا شاهين. هو ده نشا شاهين، الفرخه الوحيده البيضه في قلب الطاسه. الباقي كله اسود. هو ده اسود خالص. طب بقول لك ايه، هقول لك حاجه بقى. مش خلاص كده باظت؟ لا هي ما باظتش والله خالص والله العظيم. بس ثانيه بس، هي بس في نقطه مراتي ما قالتليش اعرف ازاي انها استوت. يا عم هات شوكه وغزها. غزها بعد ما غزها. هات بس اسمع مني والله العظيم. حاضر. هات شوكه اهو. انا هقول لك امي كانت بتعمل أهو. ايه بقى. سيبك بقى من الكلام اتفضل. الفاضي اللي انت عمال شك تعمله في ده. بتاعتك. شك في بتاعتك. بص هي لسه شويه هتبقى من جوه فيها دم لسه غالبا. بقول لك ايه، هقول لك بقى اقتراح. هات شويه فيجيتار عادي من بتاعنا بقى بتاع زمان ده. أيوة. وطلعهم دحرجهم فيه وحطهم تاني. أعمل إيه؟ انا بتاع بيزنس وكارير وفاهم. بقول لك احنا بنعمل ايه. شاهين هاخد البتاع في حاجه والله، في حاجه اقسم بالله. معلش والله انا تقريبا كنت المفروض اغسلها. لا هي كانت المفروض تتنقع في ليمون وخل. لا بجد والله. ايوه يا عم تتنضف. بس هي عشان خلاص السالمونيلا. بس هي خلاص هي. هي لو في سالمونيلا زمانها اتحرقت. ايوه صح والله بجد هي المفروض ماتت بجد، المفروض ماتت. صح. طب بالله عليك دوق ده. هي مستحيل يا معلم. اقسم بالله فشيخ. مستحيل انا بطني سينستر جدا. طب اقول لك والله يا عم. بص مش يا ابني انا شميتها زوري وجعني والله. ممكن تدوقه بطرف يعني حته بايدك الصغيره. دوقه بس. بس بجد بقى بجد ايه رايك؟ لا وحش قوي. لا يا شاهين ما انت دي البجاحه باينه عجبني فيها خالص قوي. والله. والله يا عم عجبني خالص. طب جرب انت يا احمد تعال. هيبقى طعمه حلو يا جماعه، ما فيه زبده اكيد هيبقى طعمه حلو. طعمه حلو قوي اهو الصراحه.
بس اقول لك ناقص ايه؟ اهو الراجل قال طعمه حلو. اقول لك ناقص ايه؟ هو طعمه اقول لك ناقص ايه بجد؟ تشيلي فليكس وعسل. ايه كورن فليكس ده؟ رقائق الفلفل. لا يا معلم، لا اسمع مني بس. يا ابني اقول لك ده- ليه؟ يا عم ده مستردة سايحه في الحدوقية، الزبده. ايوه الحدوقيه بتاعت المستردة وبتاعت البافلو، العسل هيمتصها. يا عم هات اي، بقول لك ايه، انا خليني هقطع البطيخه على ما تخلص. الفراخ جاهزه خلاص اهو، الفراخ جاهزه. وبهذا ولتك احنا كده جاهزين دلوقتي نخرج احلى فرايد تشيكن ممكن تاكلوها في البيت بضمانتي. ملناش دعوه بتاعت شاهين خالص. اي نخع بقى والله العظيم. شاهين بجد ثق فيا شويه. مفيش اي ثقه يا عمرو. اطلعها دلوقتي ولا ايه؟ انت عايز تطلع اغمق واحده دي صح؟ عايز تجربها؟ نفتحها بقى، بص نفتحها بسكينه كده عشان نشوف قلبها ابيض ولا اخضر. قال لك ايه، بحب الشيف يكون بجح. الله جوسي، الجوسي باين. بسم الله. لا هي سخنه قوي، مش هلحق اقول بسم الله محدش هياكل. نصبر بس عشان بس تهدى. بسم الله. مش قادر. سخنه قوي. المفروض بعد ما تطلعوها من الزيت اللي هو 5 دقايق ترتاح، والمفروض ما يبقاش على منديل كده فيها صفايه ستانلس او كده. انا عاجبني الانستراكشنز اللي وضحت في الاخر بعد ما الفراخ باظت. طب اعمل ايه؟ ممكن ادوقها. بسم الله الرحمن الرحيم. استوت. يا معلم تعالى، طعمها ايه؟ استوت ايه؟ احنا مش جايين. في اللي جاي دي احلى فراخ تاكلها في حياتك والله. والله مش مصدقني، انت مش مصدقني. خلاص كده كفايه. دي بتاعت شاهين دي البيضه. دي مبابسنا كلها جاهزه. المنافسه على احسن فرايد تشيكن في مصر. لا عشان انت بقيت على نفسك ليه تعال. يلا يا معلم ننزل نشرب قهوه، والله سيبك من اللي احنا بنعمله ده. يا ابني اصبر، بتاعتك اهي. لا مش هدوقها لا برضه. ما دي مالهاش دعوه بدي. مش هدوقها يا معلم طبعا. ليه؟ لا يا عم، ما احنا مش عارفين ان احنا ما غسلناهمش قبل. لا عادي، ما هو احنا خلاص دخلوا في الزيت. عندك انتينال طيب؟ عمر في المطبخ مأكد لي. دوق انت انا انت. دقت. لا اصبر. دوق تاني بقى وغمسها في الصوص بقى اللي هو اللي عجبك. وغمسها اللي هو في الصوص. اللي عجبك ومش عاجبني. وهنا هنعمل البافلو صوص بتاعنا. هننزله هنا كده لزوم البرزنتيشن. هو اتفصل تقريبا، اتفصل عن بعضه. الله، حته بافلو صوص يدخلك المستشفى. دي حقيقه. دي احلى فرايد تشيكن تاكلوها في البيت. هي غامقه شويه بس مش ده المنظر اللي مراتي اديتوني قبل كده. قبل ما نحطها في البافلو صوص ندوقها. بسم الله. سخنه قوي بس بتهدى شويه. بتعمل ايه؟ يلا يا عم عايزين ننزل. بسم الله. والله فوترين مراتي فوت هي تعملها لي وانا ادوقها. انا بتاع دوق، انا مش بتاع طبخ انا. بسم الله. بتاع دوعة. شاهين دي بتاعتك. مش هدوقها ليه؟ والله يا ابني مستحيل. اسمع مني والله يا عمور، انا قعدت اتعالج فتره طويله مش قادر. بسم الله. من غير كذب يا باشا. من غير كذب. عايز تستوي تاني تقريبا. عايزه ايه؟ تستوي تاني تقريبا. ثانية واحدة حبيبتي، هو انا كان لازم اغسل الفراخ قبل ما اعملها؟ شكرا. بسم الله. والله فشيخة. واحدة بقى تانية كده بالصوص بقى. بافلو صوص. دي بقى وينجز بقى او دبابيس ايا كان، وعيش يا باشا. اقسم بالله نووية. بص صوص ريحته تدوخ. فراخ مش مغسولة هتدخل على طول على الأسرة. انا كنت مستني الكذب طلع بيقول بجد. بسم الله. اقسم بالله فشيخة. امسك انت الناس. بالله عليك يا حماده. هي فعلا محتاجه تستوي زياده. بس هي حلوه والله. والصوص عاجبك؟ جدا. معلش يا اخي جدعان. لا على فكره طعم الصوص حلو. مش مظبوط يا احمد خالص والله. والله حلو جدا. لا الصوص مظبوط. انت بتاكل صوص بافلو؟ ايوه باكل صوص بقى، ما لسه واكلينه انا وهو من كام يوم امال صح؟ في ايه؟ البجاحه نجحت. والله البجاحه نجحت. يا جماعه جربوها بس هو شايف النار اكتر. بس والله العظيم جامده جدا. اقسم بالله. انت مش مصدقني صح؟ ممكن بقى اقطع البطيخه. حاضر والله حاضر. ثانيه بس كده. بعد ما اكلنا الفراخ النيه خلاص يا ترى نقفل ونعمل بطيخ بقى انا وشاهين دلوقتي. يعني لو عجبتكم الحلقه، لو عجبتكم الحلقه يعني قلنا حابين نجرب اظبط ايه تاني ببجاحه الشيف عمرو الشريف. بس كده. كان معاكم عمرو الشريف من قناه عمرو الشريف، من مطبخ عمرو الشريف وصديقه شاهين. واحلى فراخ بالصوص في رغيف. سلام. يوهو. ايوه شاهين. عمرو على فكره. قطعها لنا يلا يا باشا وناكل سوا. يلا بينا. ايه ده؟ ده انت يعني؟ جامد يا شاهين. حلو. لا بس السكينه اللهم بارك حلو قوي.
والله يا شاهين انا ما شفتش حد بروفيشنال كده حبيبي. هل ده عشان البيزنس؟ بص ممكن بقى يعني ايه، يا اما ننزلها كده بس ويبقى كده شكل الطبق جامد قوي. ده ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده يا شاهين؟ وممكن بقى نقطعها لك كده بحيث ايه تاخد بقى لو انت هتاكل من الطبق على طول. يلا يا باشا. الله يا شاهين. بسم الله. حلوه صح؟ التقطيعه الجامده دي واو، دي احلى تقطيع بطيخ انا اكلتها في حياتي. بص كده دي القفله الثانيه بعد القفله الاولانيه، عشان انا كنت باكل بطيخ شفتوا بطيخ جديده برضو، استفدتوا برضو او ما استفدتوش مش عارف، انبسطتوا. بس والحاجه شايفين في الاخر عشان نقفل بقى الفيديو. هتيجي تاني؟ ما تحاولوش تعملوا اللي هو عمله في الفيديو. دي اول حاجه. تاني حاجه انا هاجي تاني، لا هاجي تاني طبعا ان شاء الله. قول والله.